السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ وحشوني جدا جدا. من الفيديو اللي فات عملنا بقى مع بعض النهارده تفريز ورق العنب. عملناه بطريقه سهله. بصوا زي ما انتم شايفين اهو، عملنا الكميه ديت. حابه بقى تجيبي كميه اكتر من كده وتفرزي براحتك. انا كل ما بنزل بجيب، لان ده معاد تفريزه. وعايزه اوريكم دي لفه كده نفرزاها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كنت جايباه من الاسبوع اللي فات كل ما انزل مثلا اجيب كيلو، اجيب نص، على حسب بقى استخدامك انت. بصوا معايا عامل ازاي، بيفضل اخضر ومحتفظ بخضره زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهو. هلفه كده في ورق فويل او ورق اللي هو الاسترتش راب ده، هحطه كده في كيس وهعمل في الفريزر. دول برضه هحطهم في كيس كده وهحطهم في الفريزر. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا وتعملي لي شير او لايك، ويلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. جبت بقى ورق عنب كده زي ما انتم شايفين، اللي هو المربى ده كده اهو. حاولي تجيبي الورق العنب اللي ورقتها ناعمه ومديه كده على سنه من الصفار اهو، يبقى متربط كده جاهز. بصوا اهو، بس عشان انا لون الكاميرا الاضاءه عندي والكاميرا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا هقعد بقى انقي بقى الورقه اللي هي مثلا تكون فيها حاجه مخرمه، فيها حته زي دي كده اشيلها، واشيلها طبعا العيدان دي، ونفرزهم مع بعض. ويلا بينا نشوف الطريقه. بصوا بقى طلعت منه الورقه الخشنه، الورقه اللي هي بتبقى صغيره قوي كده، الورقه المصفرة ملهاش اي لازمه. العيدان دي خلاص كده انا مش هستخدمها، لان انا ممكن بحط في وانا بحشيه بصل على طماطم على جزر على ليمون. فساعات في ناس بتستخدم العيدان دي تحت المحشي، انا لا مش هستخدمها. كل ده خرجت اهوت منها، بقعد انقيه كده، خرج كل ده معايا كده. خلصت كل الكميه اهي. بصوا لازم يكون ورقته الناعمه الحلوه دي، مديها على صفار شويه وتكون ناعمه كده معايا اهي. بصوا مش اللي هي خشنه بتتكسر. يلا بينا بقى نشوف هنفرزه ازاي. بصوا كده يبقى عندك اي فويل كده بتاع ألمونيا تشتريه، او لو هو الرابل ستريتش ده اهو. بحط زي ما انت شايف كده، باخد اقطع الورقه على قد الحاجه والف كده زي ما انت شايفه كده، واقفله من هنا كده زي ما انت شايفه. اعمل كمان شويه، باخد شويه كده من اللي انا سويته كده على بعض اهو، على قد بقى الكميه اللي انت تستخدميها اهو. سوي كده في الورق ولفي بقى. حابه تعمليه بقى جنب دقيقه صغيره كده كوسه وفلفل وبتنجان، ممكن تطلعي لفتين تعمليهم اللي يريح. هكمل انا بقى الكميه وارجع لكم.